اتجوزتي وغنيتي بقى في الفرح، غنيتي ودوني على بيت حبيبي، وعملتوا القطر في القاعة بقى، ومسكتوا وسط بعض ولفيتوا القاعة وكده. ما اسمعش احسك بقى، ده بيزعق لي، ده بيضربني، ده ما بيصرفش، ده بخيل. ما اسمعش. ما انت كنتي قاعده في بيتك مع اهلك، مع ابوكي وامك، قاعده واكله شاربه نايمه. قعدتي تحربي، صح؟ قعدتي تحربي. بطرتي. ما هو كده. قالوها كده، البطران اخرته قطران. عايزه ترجعي؟ لا، فيش. تفضلي بقى قاعده في بيت حبيبك، ها، لحد ما حد فيكم يقابل وجه كريم. ماشي؟ احسن. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد ويوم جديد وروتين. النهارده هنعمل فيه محشي. طبعا يوم المحشي ده بيبقى يوم طويل، الا اذا بقى كنت محضره كام حاجه. ايه هما كام حاجه دول؟ اذا كنت بقى محضره مثلا ايه، مفرزه مثلا صلصه، عندك مثلا كرنب مثلا مسلوق كده ومتقطع في الفريزر، عندك مثلا لحمه بقى جاهزه او فراخ جاهزه مثلا متنضفه وكده. بيبقى مثلا تحس ان هو مش يوم طويل، يعني تحس ان هو يوم عادي. مطبخك نظيف، من ضمن الحاجات برضو اللي ما بتخليش اليوم بتاع المحشي طويل. ماشي. غير كده بقى هتعملي بقى، لسه هتعملي صلصة، هتسلقي وهتقطعي وهتنضفي مثلا فراخ او او المهم بيبقى يوم طويل جدا. تفريز الصلصه، عايزه اقول لكم من الحاجات المهمه جدا 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 ان انتي تبقي عاملاها في الثلاجه في الفريزر، يعني مفرزاها ايام طبعا ما تبقى الطماطم ايه رخيصه. المهم غير كده بيبقى اليوم طويل. انا جبت كرنب وسلقته معاكم زي ما انتوا شفتوا كده اهو. وهعمل ايه بالبصل ده؟ انا مش هعمل صلصه، لا، انا هسلق البصل. اذا هتسلق البصل ليه؟ هنعمل مع بعض محشي بصل. عايزه اقول لكم ان انا من فتره قريبه قوي اعرف او سمعت او شفت ان في محشي بصل. المهم جربت مره ودي تاني مره كده. انا عايزه اقول لكم ان انا سلقت كده ايه، كنت جايبه كرومبتين وسلقتهم كده خلاص في نفس ذات الميه وفي نفس ذات الحله. هسلق البصل كده. البصل كده بتسيبيه مثلا في الميه حوالي ربع ساعه، تمام. طب في الربع ساعه دول انا هعمل ايه؟ مفيش حاجه اعملها، بس عندي حبه مواعين كده في الحوض. هم مش كتار، هم حبه صغيرين زي ما انتم شايفينهم كده. قلت عبال ما الربع ساعه يعدوا بتوع البصل هغسل شويه المواعين دول يروقوا لي الدنيا. هبدا بقى كده ايه اغسلهم زي ما انتم شايفين كده. المهم نخش بقى في العنوان. اللي انت كده قايله في العنوان، عايزه اقول لكم ان انا المفروض ان انا كنت خلصت الشهر التاسع، تمام. قلت بقى ما اروح اشوف الدكتور. انا من الناس اللي هي يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب بتولد طبيعي. اي نعم هو الطبيعي بيبقى صعب جدا 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 جدا، بس فيما بعد ما تولدي بتبقى الحياة تمام. بتقدري مثلا تمارسي الحياة من غير مثلا ما حد يسندك او الكلام ده كله، تمام. اي نعم بيبقى مثلا بتاخد يوم او يومين بتموتي فيهم بتقلعي شعرك كده، بس بعد كده بتلاقي الحياة معاكي حلوة وتمام، تمام. المهم انا لحد الشهر التاسع خلصت الشهر التاسع ورحت للدكتور. انا لحد ما خلصت الشهر التاسع انا ما جاليش طلق. المهم رحت اشوف في ايه في ايه. الدكتور قال لي طب انت لسه ما جالكيش مثلا طلق وكده ومش عارف ايه وكشف وكده. فقال لي انا هديكي كمان اسبوع في العاشر اه في العاشر. المهم قلت له ماشي تمام. قال لي لو ما فيش حاجة حصلت بعد آه يعني خلال الاسبوع ده، يعني مثلا قبل الاسبوع ما يخلص، لو في حاجة حصلت او اي تغييرات مثلا جالك طلق او اي حاجة في مية نزلت او اي حاجة، تجيلي. غير كده ما تجيليش مثلا غير بعد اسبوع، تمام. يبقى احنا كده خدنا اسبوع في الشهر العاشر. حلو الكلام، حلو الكلام. ماشي خلاص. روحت بقى وكده وقلت بقى ايه، هروح بقى بعد اسبوع للدكتور، تمام.
قدامي بقى كده انا اسبوع واروح للدكتور. يبقى انا كده خدت اسبوع في الشهر العاشر ما لم يكن في اي جديد او اي تغيرات. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا قلت بقى ايه، انا هعمل محشي قبل ما اولد بقى وكده. ف قمت بقى بالايه، بالعمليه دي. طبعا هنا كده ايه، طلعت البصل. عايزه اقول لكم طبعا انا غسلت المواعين وشطبت الحوض واتضيرت كده، لقيت البصل بتاعي استوى. استغليت الوقت كده ايه، حلو يعني. بعد كده في نفس ذات الحله، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت الحله سلقت فيها الكرنبه وسلقت فيها البصل، وخدت الميه بتاعتها، خدت الميه اللي انا كنت سلقه فيها وبليت فيها فرخه ونضفتها. تمام، تمام. بعد كده غسلت الحله وجبت كيس تقطيع كده من الفريزر وحطيته كده. هسيبه بقى كده اللي هو يفك في الحله، لاني انا ما كنتش مطلعه قبلها مثلا من بدري، لا انا كنت مطلعه قبلها بحاجه بسيطه خالص كده ايه، في نفس ذات الحله اللي احنا عملنا فيها. عايزه اقول لكم ان انا الحله دي هتطلع معانا هنا بدور كتير قوي يعني هتطلع بكذا دور، او يعني هنشتغل فيها النهارده كتير قوي. عايزه اقول لكم ان انا من الحاجات اللي انا بحبش، اللي انا بحب اعملها، ان انا اما اطلع مثلا حاجه مواعين قدامي بفضل اشتغل فيها. يعني مثلا اعمل فيها كذا حاجه، مبحبش ايه اوسخ مواعين كتير او اطلع من المطبخ مواعين كتير. كده حطيت كيس التغذية اهوت او كيس الصلصه وحطيت عليه حبه زيت. ماشي. دي كده الفرخه اهي اللي انا نضفتها. ما بتجيبش الفراخ متنضفه ليه، هي كانت ظروف كده. يعني في العادي بجيبها متنضفه تمام. آه دي بقى ما كنتش جايباها متنضفه، فنضفتها انا. وبعد ما نضفتها بحط عليها ملح وخل، لا خل لا، حطيت عليها ليمون. عايزه اقول لكم ان الليمون برقبه الخل 100,000 مره. ليمونه كده ولا ليمونتين تعصرهم عليهم وحبه ملح، شكرا، بيقوموا بالواجب وزياده. الخل اسمع ناس تقول لك بيزفر، واسمع ما اعرفش بصراحه، يعني مش واخده بالي قوي. المهم كده جبت ليمونتين كده وعصرتهم عليه. عايزه اقول لكم الليمون حلو قوي وفيه ميه كتير ما شاء الله، ويعني بصوا بيقوم بالواجب وبزياده قوي يعني. عصرتهم كده اهوت على الفرخه و حبه ملح وبس كده، شكرا، خلصت. واركنها بقى على جنب، يبقى عندي كده ايه، الفرخه اتنضفت. انا كنت ايه يعني حطيت الصلصه على البوتاجاز و بدأت ديرت كده ان انا ايه انضف في الفرخه. عقبال الفرخه ما كانت، ما نضفتها وظبطتها كده، كانت الصلصه بتاعتي اتفكت، يعني فكت من بعضها. الصلصه دي عايزه اقول لكم لما تكون بقى الطماطم بقى رخيصه وكده، الواحد بقى بيجيب مثلا ايه، تجيب مثلا كل اسبوع مثلا 5 كيلو يعني تعمليهم بصوا على الخلط يعني. يعني ايه لو هتعملي مثلا طبيخ ماشي، مثلا كل اسبوع هاتي مثلا ايه 5 كيلو، واعمليهم مثلا ايه صلصة للطبيخ، وكأنك هتطبخوا كده. وخلاص خلصتين من كل حاجة وتبرد وروحي مكيساها وحطها في الفريزر. الاسبوع اللي بعده اعملي المحشي، اللي بعده اعملي مثلا المكرونة اللي هي بتبقى مثلا بتوم. فاهمة اقصد ايه؟ كده خلاص الصلصة بتاعتي ايه اتفكت كده من بعضها. حطيت عليها حبة زيت حلوين كده، وهنا حطيت الرز. بس جت التخديعة بتاعتي كتير، طب هعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ مفيش قدامي غير هو حل واحد، ان انا ازود رز. تمام. هنا في الوقت ده كده كنت انا حطيت كيلو، وبعد كده رجعت حطيت اللي هو ده اللي هو نص كيلو. يعني كده حطيت كيلو ونص رز. عارفين يعني ايه دلوقتي حد يعمل كيلو ونص رز ب30 جنيه مرة واحدة؟ تبذير تبذير، بس مش بايدي والله، غصب عني. المهم ان انا ما رمتوش. هقول لكم انا عملت بيه ايه دلوقتي. هنا كده هحط بقى الشبت ده، شبت وبقدونس وكزبره. بصوا بقى، انا بقيت بعمل ايه. يعني مثلا احنا كل اسبوع ما مثلا بنروح السوق، هو يوم في الاسبوع بنجيب كل الخضار بتاعنا. بقيت اجيب مثلا ايه ب5 جنيه، مش كل اسبوع بقى، يعني مثلا ايه، مثلا كل مثلا 3 اسابيع، اسبوعين، ممكن كل شهر. ب5 جنيه او ب10 جنيه خضرة. يعني مثلا يعني حاليا دلوقتي ممكن ب5 جنيه. تمام، 4 ربع كده حلوين او 5 ربع حلوين،
وبجيبهم واروح منقياهم حلو كده، واروح غسلاهم واسيبهم مثلا ينشفوا ويصفوا ميتهم، واروح مقطعاهم بقى وحطاهم في كيس وحطاهم في الفريزر. تمام. ممكن تعملي بقى مثلا، او ممكن تجيبي مثلا كل اسبوع ب5 جنيه وتعملي نفس الحكايه كده، لما مثلا تعملي مثلا ايه قد 4 5 اكياس، ولحد مثلا ايه ما تسحبي بقى منهم وكده ويخلصوا، وترجعي تعملي تاني. الاول كنت بجيب الخضره، اغسلها، انقيها واغسلها واسيبها تنشف واحطها في كيس في الفريزر، لو احتجتها ماشي، ما احتجتهاش كنت بسيبها مثلا ايه، اجي اشوفها مثلا الاقيها بايظه، فليه لا، انا بقيت بعمل كده خلاص يعني، اعملها اجيبها وانقيها وزي ما قلت لكم كده، واعمل زي ما بعمل كده واحطها في الفريزر، وقت ما عاوزه الاقيها. جيت بقى اعمل محشي الاقيها، اعمل بصاره الاقيها، اعمل مثلا صينيه بيض اللي هي العجه دي الاقيها، والاقيها حلوه كده يعني والله العظيم بتأدي نفس الغرض وكأنها فريش بالظبط. بصوا اهي، يعني حتى تحس خضرة قدامي اهي، ويعني باين مش باينه هنا ان هي خضرة، لكن في الحقيقة والله العظيم خضرة وجميلة. بعد كده بقى ايه، خلصت التغذية بتاعتي، حطيت التوابل وحطيت حتة سمنة وحطيت حبة ملح كده وظبطت الخلطة بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده تحفة. هفضي بقى الخلطة بتاعتي هنا، تمام، في البولة دي كده او في الطبق ده، وهبدأ بقى ان انا هحشي. في الوقت بقى انا كنت عملت ايه، بعد ما فضيت المحشي، الحلة بتاعتي حطيت فيها مية، تمام، نفس ذات الحلة حطيت فيها مية، وحطيت فيها بقى ايه حاجات الفرخة وكده، اللي هي مثلا ايه، شطة وطماطم وفلفل اسمر وحبهان وكبابة صيني وملح وقرن شطة وتوم وبصل وورق لورا، كل الحاجات دي كلها حطيتها عليها ايه، وسقطت الفرخ، بس انا ما صورتش المقطع ده يعني عشان كنت مستعجلة. تمام. هنا بقى بدأت ان انا هحشي بقى ايه الحلة دي كده اهيت معاكم. عايز شفتوا بقى حلة واحدة عملنا فيها كام حاجة النهاردة، عملنا فيها حاجات كتير اوي، سلقنا فيها و اللهم صل على سيدنا محمد، سلقنا فيها الكرنب والبصل، وعملنا فيها ايه، وعملنا فيها فكينا فيها التغذية، وعملنا الصلصة، وعملنا فيها سلقنا فيها الفراخ. شفتوا بقى عملنا فيها هلة واحدة عملنا فيها كام حاجة، ايوه كتير يعني، كل الشغل النهاردة كان في الحلة دي. عايزه اقول لكم بعد ما خلصت كده ما كانش عندي مواعين نهائي، والبصل كمان حشيته اهوت. سهل اوي، انت بتبصي بقى البصل ما حشتوش معاك، انت بتفرغي البصل تمام ورقه ورقه كده، وبتحطي فيها البتاع وبتلاقيها بتلف لوحدها. تمام. خلاص بقى كده المحشي بتاعي ايه، حطيت على الوش كده ورقه خضراء. تمام. وعايزه اقول لكم بقول تمام تمام كتير بس كده المحشي بقى بص بتاعي شكله جميل كده وتحفه وعسل عسل عسل، حاجه كده قمر. خلاص كده خلصت بقى المحشي. تمام. تمام برضو يعني، ما بين كل تمام وتمام، اللي هيقول لي انا قلت كلام تمام في الفيديو ده ليه حاجه حلوه خلاص كده انا خلصت بقى ايه كده، وهغرب بقى اهوت كده، خلاص انا غرفت بقى المحشي. عايز اقول لكم شكل وطعم تحفه وريحه. بالنسبه بقى للبصل، جربي البصلايه، اللي مثلا اللي ما يعرفش ان محشي البصل او ما يعرفش طعمه، جرب البصلايه، والله عجبك الطعم كان بيها، ما عجبكيش خلاص ما تعملهوش. تمام. هي الموضوع كله بصلايه. عايزه اقول لكم ان انا السنه اللي فاتت سمعت عن محشي ورق الخبيزه ومحشي ورق اللفت. عايزه اقول لكم ان انا اتقبلت ورق الخبيزه جدا، طعمه تحفه. ورق اللفت لا ما اتقبلتوش خالص، بس الاسم ان انا جربت حاجه ما كنتش اعرفها. تمام. انا طبعا خلصت ايه حشو عملت حله. تمام. وفاضل الورق ده، يعني قولوا يعتبر انا عملت كولومبويا الا شويه، قولوا مثلا الا شويه دول. تمام. دي كده كولومبويا، يعني ايه ممكن بقى ايه انا هفرزها احطها في الفريزر. في يوم مثلا عايزه اعمل وكده فهطلعها. طبعا هي اهي طبعا مسلوقه وجاهزه وكل حاجه جاهزه، وهيبقى برضو عندي تغذية جاهزة. يعني ممكن اطلع التغذية ان انا ايه احط الرز والخضرة، وعندي الورق جاهز ومتقطع وكل حاجة، اطلعه مثلا من بالليل او الصبح يفك وابدا احشي على طول. يعني ممكن تعملي محشي في ربع ساعة، في مينت. فكده انا جبت العلبة دي، العلبة دي عايزة اقول لكم حلوة قوي لحفظ اي حاجة. انا مش شاريها بصراحة، انا كنت جايبة فيها حلويات، فبستعملها بقى حاجه زي كده، احط فيها مثلا حبه مكرونه بشاميل، احط فيها او كولومب زي كده، احط فيها
بانيه، لو هعمل بانيه كده واعينه، احط فيها اي حاجه يعني في الفريزر. تمام. عايزه اقول لكم العلب دي حلوه قوي، لو هلاقي منها ان انا اشتري، بس انا بصراحه مش عارفه يعني عندنا بتتباع فيه. تمام. والغطا بتاعها اهي، عايزه اقول لكم ان هي ممكن تاخد اكتر من كرومبايه، يعني ممكن تاخد كرومبايه ونص كمان. بس كده هحطها بقى كده ايه، خلاص انا كده عملتهم، ظبطتهم كده وقطعتهم وحطيتهم كده. هحطهم بقى ايه في الفريزر، وقت ما عاوزهم اطلعهم. ودولت ايه، هحشيهم مثلا بكره او بعد بكره جنب اي حاجه بسيطه كده، كنوع من التغيير يعني. احنا مش بنحب مثلا ايه ناكل، ممكن يعني نعمل محشي وتاني يوم نعمل محشي تاني، يعني مثلا ايه نحشي حلتين. لكن عندي هيبقى كتير ان انا مثلا ايه اعمل 3 ايام ورا بعض، فكتير. ممكن مثلا انا هعمل دولت مثلا بعد بكره مع حبه ملوخيه او اي حاجه. تمام. بس كده. ده بقى الرز الباقي. تمام. اتفضل مني رز زي ما قلت لكم. انا ممكن في اخر الاسبوع اعمل محشي، فيبقى عندي تقطيعه جاهزه. الناس هتقول هيبوظ، لا الجو ساقعه وممكن يقعد في الثلاجه اسبوع 10 ايام مش هيجرى اي حاجه. تمام. عايزه اقول لكم ان العلبه دي لها غطا. طب العلبه دي لو ملهاش غطا، او حله عندك ملهاش غطا، او طبق ملوش غطا، هتعملي ايه؟ تمام. ما ينفعش تحطها كده في الثلاجه، هتلقط ريحه وهتبوظ. تمام. عايزه اقول لكم ان الاكياس دي اختراع تحفه. الاكياس دي تحفه، اسالوا عليها، بيجي يعني اعلانات على النت. بس عايزه اقول لكم بتبقى غاليه قوي. لكن دي اسالي في اي سنتر عليها، اكياس التغليف او مش عارفه اسمها اكياس ايه كده، مش عارفه. عايزه اقول لكم ان دي بديل الغطاسه اللي هي السيليكون، دي احلى. عايزه اقول لكم اني بصوا اهو، ممكن يتقطع شويه لان البتاعه كبيره، بس اهو هتقضي الغرض معايا. بصوا الكيس حوالي ب 35 جنيه، فيه 100 واحده. 100 واحده ب 35 جنيه. هي كده كده لها عندي غطا. تمام. بس انا حبيت اقول لكم الفكره بتاعت الغطيان دي للناس اللي مش عارفاها. تمام. تمام. احطها بقى في الثلاجه، وقت ما عاوزها ممكن بقى احشي بيها بطاطس، احشي بيها كوسه، فلفل، بتنجان، احشي بيها ورق عنب، كرنب. هتنفع لي بقى في حاجات كتير. ممكن نعمل محشي كمان بطاطس مره، وممكن نعمل كوسه وبتنجان وفلفل مره. العلبه دي بقى هحط فيها شويه اللي انا ايه هحشيهم بكره او بعد بكره على حسب. تمام. عايزه اقول لكم العلب دي حلوه، يعني بتبقى حلوه العلب اللي هي ان احنا بنحط فيها الحاجات دي. سيبنا بقى الموضوع بقى الاكياس والشنط والكلام ده كله بيبقى مبهرج كده. آه... خلينا بقى ايه، وبالذات العلب دي الكليبسات دي حلوه قوي كده، وتروح ايه الناحيه التانية وسد كده. بس ولا شنطه بقى ولا كيس ولا حاجه تدلق ولا اي حاجه، وعلى التلاجة زي اخواتي برضو. الحلوه برضو لو انت عندك طبق فيه اي حاجه، اي بواقي اكل اي حاجه. ده كده كان حبه رمان عندي كده، كنت مش عارفه اوديهم فين بصراحه. كانوا عندي بقالهم 3 اسابيع مش عارفه اوديهم فين. انا ما بحبش اقشر رمان، احب اكل بس ما بحبش اقشرهم عشان بيبوظ الايدين كده والضوافر والكلام ده. قشرتهم كده وحطيت عليهم حبه سكر وحبه ميه وغطيتهم بصوا بالاستريتش ده كده اهو، حافظ لي عليهم. بصوا طبعا انا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، ولا اتدلقوا بقى ولا بوظوا الدنيا اهو. استنوا بصوا اهو. على فكره مش استعمال مره واحده، ممكن تستعمل كذا مره.